أهلا بيكم في حلقة جديدة من The Story of You. إي-كوميرس أو الاقتصاد الرقمي في مصر كل يوم بيكبر عن اليوم اللي قبله. صحيح لسه في تحديات كتير، لكن كمان في قصص نجاح كتير جدا، زي قصة النجاح اللي موجودة معانا النهاردة وقصتنا مع وي اب سبورتس. خلينا نعرف إيه قصة وي اب سبورتس مع محمد عفيفي وعمر عفيفي، وي اب سبورتس كو فاوندرز. نورنا. اهلا بيك. اهلا بيك. أهلا بيك. طيب محمد، هبدأ معاك، قولي إيه بقى وي اب سبورتس؟ اول حاجه ثانك يو على الانفايت والانترو اللذيذه. واي اب سبورتس احنا اصلا عندنا فاميلي بزنس من الوالد، شغالين في سبورتس اندستري من سنه 94. بعد كده انا وعمر اتخرجنا في 2010 و2011 قررنا ان احنا نكمل باث بتاع الفاميلي بزنس. ابتدينا نبيع اونلاين بي تو بي من 2010. كان ساعتها كان بدري قوي. كان ساعتها لسه ما فيش حد يعني بيشتري اونلاين في مصر خالص، كان سوق لسه نازله مصر، وكان جوميا وكذا ويب سايت تاني صغيرين، وكانت الاونلاين سيلز بتكونتريبيوت حاجه بسيطه قوي في الشركه عندنا. بس على مدار السنين الارقام دي ابتدت تكبر، وكان دايما في الانيوال ميتنجز بره بيقولوا لنا اونلاين بره بيكونتريبيوت ارقام كبيره، فانتوا ماشيين باث كويس، افضلوا مكملين فيه. واحنا دايما كنا شايفين ان اونلاين في مصر هيبقى في حته كويسه قدام. بس دايما كان بنشوف ان في مشكله في الماركت عندنا، ان مفيش ويب سايت واحد بيكونسوليديت كل حاجه ريليتد بالرياضه اندر وان روف. ومن هنا جت فكره وي اب. كان دايما فارق لنا ان احنا نسهل على التاجر اللي شغال في الرياضه وعلى الكلاينت اللي بيدور على حاجات رياضه ان هو يلاقيها كلها في حته واحده، ان احنا نكونسوليديت كل حاجه مع بعض. قدرنا ان احنا ننشئ ويب سايت وموبايل اب عليها اكتر من بنغطي اكتر من 18 رياضه. عندنا اكتر من 60 اوثنتيك براندز، احنا بنبيعش غير اوثنتيك برودكتس على الويب سايت عندنا. قدرنا نحط على الويب سايت اكتر من 10,000 برودكت، وده افتكر ان هو قدر يساعد العميل اللي مهتم بالرياضه ان هو يلاقي كل حاجته بسهوله عندنا. طيب، يمكن الكلام اللي بيقوله محمد لو حد دلوقتي بيسمعنا هيقول فاين ده موجود. ايه الادج بتاع وي اب سبورتس؟ ايه الحاجه المختلفه في وي اب سبورتس؟ اهم 3 حاجات عندنا بنفكر فيهم واحنا بنبني الشركه هم product, price and convenience. اوكي، ف we tackle the sport. مش بن onboard a brand، فهنروح لسبورت زي تنس، هنبتدي نوفر حاجات مختلفه من براند مختلفه ببرايسز مختلفه عشان يقدر يناسب الكل يعني. بالظبط، بيناسب الكل. فده حته البرودكت الفرايتي، يعني برايسز مختلفه، ودايما بيبقى عندنا اوفرز وديسكاونتس تشجع الناس اللي هي تلعب رياضه وتستثمر في الرياضه. واخر حاجه convenience. احنا من اول الكونتنت كرييشن على الويب سايت ان احنا يبقى فيه ديسكريبشن مظبوط لكل برودكت، لحد كاستمر سيرفيس ديبارتمنت عندنا we invest a lot in customer service، وبنديهم تريننجز وكورسز على كل سبورت سيبريتلي عشان يبقى عندهم النولج اللي هم يساعدوا بيها الكلاينت ان هو ياخد قرار صح في الانفستمنت اللي هو بيعملها، سواء حتى لو بيشتري جزمه او مضرب او ايا كان ايه اللي هو بيشتريه. فاحنا specialization is our يعني focus، وبنتاكل الحته دي بالثلاثه بيلرز دول. وهي I checked الويب سايت، وبعدين وانا ببص كده انا بالنسبه لي لا convenient جدا، لانه كل سبورت لوحدها. فانت بتبقى داخل مش تايه في النص، ما بتبقاش مش عارف تجيب ايه او ما تجيبش ايه. بتبقى حتى زي ما انت قلت يمكن كذا براند ببرايسز مختلفه، يت كله اوثنتيك، كل الكواليتي كويسه جدا. فانا دي شهاده لازم اقولها بصراحه. ثانك يو. بصي، الفكره في الاي كوميرس في مصر ان هو لسه at a very low base. وكل الحاجات حتى الفانكشنز اللي حواليه لسه immature شويه. فاحنا لازم نسهل على في الكلاينت. ناس كتير قوي برضه بتستخدمه دلوقتي، بقت بتكسل انها تنزل طبعا، بس ستيل يعني الكونتريبيوشن بتاعه مش هيعدي ل 2.5% من الريتيل ماركت. والمشكله ممكن تبقى احنا بنحاول نقدم سيمليس اكسبيرينس للكلاينت لحد اخر حاجه، ويجي مثلا مندوب شركه الشحن نفسه في الاخر يكلم العميل مثلا 10 مرات او يقول له ابعت لي لوكيشن، بيبوظ سنه الاكسبيرينس. وده اللي احنا شايفين ان هو باي تايم هيماتيور اكتر والناس تتعود اكتر يعني السيستم نفسه بتاع الاي كوميرس كله بشكل عام. فكره الفولو اب على اي حاجه
دايما بتاكد البرودكت كواليتي بنفسها والساتسفاكشن بتاعت الكلاينت في الاخر، لانه ممكن تبقى عامل مجهود كبير جدا 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 وابسط حاجه يعني حاجه صغيره جدا هي اللي بوظ الاكسبيرينس في الاخر بالنسبه طبعا. للكلاينت. واحنا والend user يعني. بنهتم بالريتيرنز مثلا والكانسليشنز اكتر من بنهتم بالاوردر برضه. يعني هو الفكره طب مش دي ان نقطه مهمه. طبعا لان الكلاينت عشان ياخد اكسبيرينس بجد، احنا بنحط نفسنا دايما مكان العميل يعني، ومش بنقول ده بس، هو احنا حاطط فعلا فلوس في بنفسنا. الاخر هو بالنسبه لي. حاطط فلوس في الاخر، فكون ان هو عمل اوردر لحاجه والحاجه طلعت عاوز يبدل مقاس، حتى لو عاوز يرجعها او كده، لازم الاكسبيرينس تبقى سهله جدا. فده اللي احنا بنفكر فيه يعني. طيب هرجع مرة تانية لمحمد، وأكيد الموضوع ما كانش سهل، يعني احنا بنتكلم دلوقتي عليه يعني piece of cake عادي كأنه حصل في يوم وليلة، بس أكيد كان في challenges. الموضوع كان صعب جدا، بس احنا الحلو عندنا ان احنا دايما من ساعه ما اتخرجنا الوالد دايما بيدينا سبورت رهيب. يعني انا لما رحت له في 2011 قلت له احنا عايزين نبيع اونلاين، قال لي روح بيع اونلاين وجربه. ولما كان اونلاين بيكونتريبيوت ولا حاجه بيقعد يقول لنا اكيد هيقعد يكبر طالما انتوا عندكم فيجن. هو كان من زمان عنده فيجن في الرياضه، من 94 ما كانش حد اصلا شغال في الرياضه. لما احنا ابتدينا نبيع اونلاين وكان لسه بيكونتريبيوت حاجات بسيطه، كان بيقول طالما انتوا شايفين في فيجن وهيكبر افضلوا مكملين فيه. ولما ابتدينا قابلنا تشالنجز كتير قوي، ولغايه دلوقتي لسه بنقابل تشالنجز رهيبه في السورسنج بتاعت البرودكتس وفي الحاجات. احنا فارق لنا ان احنا يبقى اي حد بيفكر في اي حاجه رياضه يلاقيها عندنا. في رياضات معينه في مصر ناس مش مهتمين بيها قوي، ممكن عشان الران ريتس بتاعتها او البيع بتاعها مش احسن حاجه، بس احنا مش بنبص على الموضوع كده. احنا على الويب سايت عندنا بنهتم باي كاتيجوري، فارق لنا ان احنا نغطي كل الرياضات بجد. فلغايه دلوقتي لسه بنقابل تشالنجز، وفي البدايات طبعا قابلنا تشالنجز رهيبه. احنا بالنسبة لنا في popular sports وفي sports طبعا. تانية مش دارج ان حد احنا بيتمرنها. مثلا عندنا بادمنتون، ريشه، هي مش popular sport، بالظبط. بس احنا we are covering this sport على way up sport، وبنinvest فيها بجد، علشان اللي بيلعب ريشه من حقه برضه ان هو يلاقي طبعاً. المغرب اللي هيلعب فساعات السنتين اللي فاتوا ده في اللي كان فيه مشكله في السورسنج في مصر، او يعني عشان الظروف يعني عامه يعني ظروف عالمية ظروف بشكل عام عالميه، ظروف يعني. عالميه ظروف وظروف عالميه استيراد وظروف حاجات كتيره جدا قابلنا حتى في اللوكال برودكشن. احنا مهتمين جدا بالايجيبشن براندز، مهتمين جدا يعني يبقى عندنا بروبر ايجيبشن براند على الويب سايت، واحنا we're building our own brand our own بس أنا private قبل ما label. نتكلم بقى عن الموضوع ده عشان بس نقفل اوكي البوينت بتاعت البرودكتس اللي موجودة على ويب سبورتس، في كمان حاجة خدت بالي منها ان حتى السبلمنتس موجودة، يس صح؟ دي كاتيجوري مهمه مم. جدا. ده احنا لسه وي انلوكت الكاتيجوري دي قريب، وكان بالنسبه لنا دي حاجه عليها بيتسال عليها جامد على الويب سايت. ودي الحلو ان برضه ابتدى يبقى فيها لوكال ايجيبشن براندز، في حاجات ابتدت تتعمل وتتقفل في مصر. ولما نزلنا السبلمنتس عندنا التراكشن عليها كان رهيب واتحركت جامد قوي. اوكي. فدي كانت طيب حاجة. بالنسبة بقى لللوكال براند، يعني احنا طول الوقت بنقول عايزين يبقى عندنا في مصر صناعة محلية، وفعلا بيبقى فيه يعني كاليبرز موجودة، لو حتى بنتكلم ديزاينرز موجودين. ساعات بنبقى محتاجين بس عارف الادد فاليو اللي بتبقى موجودة في البرودكت اللي بنجيبه من بره عشان نقدر ننافس بيه حتى عندنا هنا. قولي بقى ايه الفيجن بتاعت ويب سبورتس عن اللوكال براندز؟ احنا عندنا لوكال براندز على الويب سايت وعلى الاب يعني في ويب سبورتس، وفي لوكال براندز كتير قوي في مصر very consistent، وفي نفس الوقت مع غلو الاسعار طبعا والمشاكل بتاعت الاستيراد وكده، في يعني potential مرعب في الحته دي. مش بس في اللبس، في لوكال براندز في السبلمنتس بتقدم كواليتي عاليه جدا ببرايس بوينت محترمه جدا، وبجد بالسبستيوت الانترناشونال براندز اللي هي مستورده يعني. وبنشوف ده بيكبر يوم عن يوم، وفي ناس بتستثمر اكتر في مصانع بتفتح للجزم مثلا، حاجه مش سهله خالص تصنيعها، والتكنولوجي بالذات بتاعت حاجات السبورتس يعني سبورتس وير، لان في تكنولوجي جامده في الجزم بتاعت الرياضه، بس ده ابتدى يحصل. لا وحتى دلوقتي بما انك بتتكلم عن الجزم تحديدا، في ناس مثلا بالنسبه لها لازم تلبس جزم معينه رياضيه بس شكلها مش رياضيه عشان تقدر تروح الشغل، بيبقى عندها مشاكل مثلا. بالظبط. احنا دي فده كمان موجود بالمناسبه في ويب سبورتس. ده جزء كبير جدا من الاسورتمنت عندنا، الجزم اللايف ستايل. وبعدين الميزه برضو ان احنا بنقدمه من براندز مختلفه،
برايس بوينتس مختلفه. والاكويبمنت عامه يعني مش شرط تكون رياضه. يعني مثلا دلوقتي انا بتساءل يعني زي اللي بيتفرج عليه ده دلوقتي عايز اجيب تريدميل مثلا، ديفينتلي هيكون موجود. احنا عندنا الاكويبمنت كل انواع فيتنس الاكويبمنت. احنا عندنا يعني كل رياضه، يعني فيتنس از سبورت بالنسبه لنا، فاحنا بنكفر ده بهوم يوز اكويبمنت، كوميرشال يوز اكويبمنت اللي هو للجيمز وكده، وفي نفس الوقت اللبس والجزم بتاعه الرياضه دي. بس الموضوع كبير الموضوع بنحاول والله. يعني انا بنحاول. هي الفكره ان احنا عشان سبيشالايزد فلازم يبقى عندنا فرايتي كبيره جدا من كل حاجه يعني. كل ده هايل. بس believe it or not واحنا بنقول دايما انه بنحاول دايما نعمم فكره الرياضه لكل الناس، بس في نفس الوقت هي غاليه. عشان يعني لو تخيلنا حد دلوقتي بيقول انا هنزل اروح الجيم، ايا كان الجيم اللي بيروحوا فين، لازم يكون في لبس معين، لازم يكون في supplements، لازم يكون في طبعا. حاجات كتير قوي just كتير. طبعا. مش كل حد يقدر يأفورد ده. فانتوا بتفكروا انتوا تعملوا واي اب سبورتس، وانتوا برضو بتقولين واحد من اهم الاوبجكتيفز عندكم انه الكونفينينس بتاع الاند يوزر طبعا. وكاتيجوريز مختلفه. طبعا. واحنا بنفكر في واي اب سبورتس كان فارق لنا ان احنا زي ما انت تقولي نكمل اكسبيرينس للكلاينت ونسهل عليه. فكان بالنسبه لنا حته البي ان بي ال دي مهمه جدا. فلما ابتدينا اول حاجه احنا بجد عملناها، رحنا فاليو، رحنا نكسبلور الحاجات اللي موجوده، ان في حاجات بتبقى كتير على كلاينت ان هو يدفعها مره واحده، محتاج سبليت انتو كذا حاجه. وفي نفس الوقت احنا برضو عندنا سيزونز، يعني مثلا باك تو سكول احنا بنبيع شنط مدارس، بنبيع جزم للمدارس، بنبيع حاجات كتيره جدا. سيزون مثلا زي الصيف، ولي الامر اللي عايز يجيب للاولاد عنده كذا طفلين، عنده 3، لو انا بديله كذا اوبشن للتقسيط او بسهل عليه البروسس، اكيد بديله الاريحيه ان هو يشتري كل حاجه لاولاده. وفي نفس الوقت انا كويب سايت اصلا هي بتكبر لي الباسكت سايز، انا مش خسران حاجه، اتس وين وين. انا بقدر اسهل عليه وفي نفس الوقت بتبقى ريفلكتد على الويب سايت، فبنقدر نكمل له الاكسبيرينس، وبتفرق وبتكبر يوم عن يوم عندنا على الويب سايت، ودي حاجه احنا مهتمين بيها جدا يعني. طيب ايه بقى يعني what's next لويب سبورتس؟ ايه الاكسبانشن بلانز بتاعتكم؟ حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا بنفكر فيها ان احنا نبتدي نستثمر اكتر في التصنيع، وان احنا نبتدي نبيلد اور اون براندز. انتوا عندكم ما شاء الله، عندكم يعني الاكسبيرينس، وعندكم يعني خلينا نقول ان عندكم المصادر او اتصالاتكم، سنس ان انتوا عندكم اكسبيرينس بقالها كتير قوي في المجال ده. احنا عندنا الحمد لله اكسبيرينس كويسه، يعني معقوله في المجال اللي احنا شغالين فيه. فاحنا في حته التصنيع دي، هي ده بروجكت كبير جدا، بس احنا حاسين ان هو في بوتنشال برضه كبير جدا. وفي نفس الوقت ممكن بعد كده ياخد الشركه في حته تانية خالص، سواء كان السوق المصري دلوقتي محتاجه. وعندنا حاجات نكابيتالايز عليها زي ما بتقولي، يعني كوي اب سبورتس اللي احنا بنيناه او كخبرتنا في المجال ده من. طيب محمد، قصدت قبل كده حاجه؟ قصدت قبل كده حاجه، قصدت حاجه قبل كده على الويب سايت عندنا. قصدت على الويب سايت عندكم؟ ايوه، احنا لما بندخل برودكت لازم ناخد الاكسبيرينس بنفسنا، ولازم نمشي بكل حاجه. قبل كده اشتريت حاجه من على الويب سايت عندنا قسطتها، واشتريت برضو حاجه مش من على الويب سايت عندنا قسطتها، والاكسبيرينس كانت لذيذه. وحاسس ان هو في الظروف كمان اللي البلد بتمر بيها والانفليشن اللي حاصل وكده، حاسه ان هو سولوشن لذيذ قوي بيسهل عليك الدنيا، ف بنبتدي نستخدمه. يعني مبقاش مجرد لحد محتاج ان هو يدفع على دفعات على قد ما هو زي ما احنا بنتكلم سولوشن، او بقى لايف ستايل باترن يعني. بالظبط. انت بالنسبه لك اللي هو انا ممكن مثلا بدل ما اخش اشتري جزمه واحده او مثلا بدل ما ادفع مره واحده رقم، لا طب ما اقسطه هو ومش انفست هبقى او حاسس استغل بيه. الفلوس دي في حاجه تانية. بالظبط I think الناس كمان بتبدله شويه بكريدت كارد. يعني هو خلاص بقى معاه extended limit كده، يعني لو عنده كريدت كارد بكذا وعنده من فاليو ان كان ايه البي ام بي يبقى كمان قادر ان هو يحسب مصاريفه بالظبط. يعني انا عارف ان انا عندي في الشهر ده كذا بدفع هنا والصراحه كذا. احنا لما بالذات في السيزونز لما بنعمل اوفرز مع
مع BLs مختلفة، واللي هو zero interest 6 months. في products كتير قوي تحت كل، ودي الفرق في الشطارة ما بين شركة والتانية يعني، من BLs بالذات. بجد الناس بتستخدمه، وبنحس ان احنا فعلا بندي فاليو للناس. يعني هو فعلا بيعمل اوردر ب 10000 جنيه او ب 5000 جنيه، دفعت لي لو دفعهم على 6 شهور من غير ما طبعاً. يدفع انترست اكيد احسن له يعني. اكيد. طب انت بقى قصرت حاجه؟ انا حاسك انت لا. انا لا، انا ما عنديش كريدت كارد وما عنديش انا في الناحيه التانيه خالص. شكله باين. بيدفع على طول. ما شاء الله. لا انا مش كويس في الحته بتاعت ان انا اقعد اسدد فبقفلها بتنسى يعني، عشان بنسى، بتنسى. فبقفلها اصلا مع يعني هو المنظم اكتر هو اللي هو بيفتكر. المنظم. شفت بقى؟ طب انت شايف ان الحظ لعب دور مع ويب سبورتس، ولا يعني الموضوع مش بتؤمن قوي بفكره الحظ؟ لا دفعت الحظ حاجه موجوده بس هي الفكره ان انت تبقي دايما بتسعي ومش مستنيه الفرصه هي اللي بتجيلك لو انت بتسعي وشغاله على حاجه. ديفينتلي الحاجه دي بتكبر يوم فانت عن اللي يوم. بتخلق الفرصه انت لنفسك. بتخلق الفرصه بان انت مش قاعد مستنيها، يعني انت قاعد بتشتغل والفرص بتلاقيها بتيجي لوحدها يعني. بس كون ان انا هفضل كل يوم افكر اللي هو حظي تمام يعني، اتز في الاخر اشتغل وشوف وان شاء الله ربنا انا معاك، انا صح. بتفق معاك. يعني اكيد هيبقى لينا كمان لقاء تاني، بس بعد الاكسبانشن بلان ما تحصل الله. بتاعت ويب سبورتس. وهأكد تاني على النقطة اللي انت اتكلمت عليها، فكرة يبقى عندك لوكال براند دي مهمة قوي. طبعا لانه سنس كمان ان انت عندك edge قوي جدا، فكرة ان انت عندك الاكسبيرينس وعارف ليك هنقول باع طويل زي ما بيقولوا في مجال الرياضة، فده هيساعد كتير قوي. عمر ومحمد عفيفي ويب سبورتس كو-فاوندرز، مبسوطين قوي ان انتوا كنتوا معانا النهارده في The Story of You، وحقيقي مبسوطة ان احنا كمان عندنا ستارت ابس، وعندنا شباب بيفكر حتى انه يبتدي في لوكال براندز، يقدر ان هو يطلع منتجات محليه وصناعه محليه حتى تفيل ذا جاب بالنسبه للسوق المصري. زي ما انت كنت بتتكلم، انتوا عندكم الاكسبيرينس وتقدروا يعني يبقى عندكم منتج مصري محترم تنافس بيه بره. انا مبسوطه قوي انتوا كنتوا معانا النهارده، ومتاكده ان احنا هنتقابل تاني. احنا مبسوطين اكتر، وثانك يو على الانفايت الحلوه دي والانترفيو اللذيذ. واحنا عايزين برضو ندي حاجه للاودينس بتاعت ذا ستوري اوف يو. كنا عايزين نعمل برومو كود من 5th جولاي ل 15 جولاي ب 10% برومو كود ذا ستوري اوف يو، يدي 10% ديسكاونت لكل اودينس بتاع ذا ستوري اوف يو. انا سعيده جدا انتوا كنتوا معايا النهارده. احنا سعد. ثانك يو. شكراً. ثانك يو.